أها يا أبو علي، أها قول. لسه نفس العتمة، خايف ارجع هناك بعد ما شفت العافية بعيوني. ما بترجع تاني لأنك عرفت سر الحياة. الحلة كلها. يعني أنت دايرهم يصدقوا إنك خليت المخدرات؟ وليه ما يصدقوا؟ صدق أنت أول إنك بقيت إنسان جديد. التوبة هي المعرفة وهي الحقيقة، ولما تكون باحث عن الحقيقة صدقني بتصل. ما انا اصلا شنو؟ لا 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 لا، انت لسه خايف من اوهامك. تشوف عيون الناس سهام وبتنخر في عظامك. طيب انا اعمل شنو؟ شوف، ولا اقول لك جربت الحرجل؟ أقف يا زول فوق وقول للمحكمة علاقتك شنو بالبلاغة؟ أنا يا مولانا تاجر محاصيل، بعمل في مجال المحاصيل، ما عندي علاقة بأي شيء، الحمد لله شغال كويس في مجالي وأموري ماشية تمام. جاني واحد أنا بقول اتسلط علي يعني في لغتنا السودانية، قال لي في مجال كده فيه ربح عجيب جدا أضعاف مضاعفة، ولا فيه تعب ولا فيه زراعة ولا فيه نقل ولا شيء المحاصيل، يعني كاد تدفع وربحك يجيك فيه كل شيء ده انت قاعد. وانت شاركت معاهم في التجارة دي؟ أنا ما ممكن أشترك في عمل يأذي الناس ويدمر الشباب. أنا ولدي شاب في ريعان شبابه، وولدي الوحيد مات بسبب المخدرات. أنا كيف نفسي تسمح لي إني أتاجر في المخدرات وهي بتدمر في الشباب؟ اتفضل اجلس. السيد محامي المتهم، هل لديك أي دفعات قانونية؟ نعم مولاي القاضي، نلتمس من محكمتكم الموقرة وبعد سماع أقوال المتهم إطلاق سراحه وشطب البلاغ في مواجهته لعدم كفاية الأدلة. اتفضل اجلس. السيد وكيل النيابة. مولاي النيابة تكتفي بما جاء من حيثيات وبينات. اتفضل اجلس. وفقا لما قدمت من بيانات، ترى المحكمة بأن المتهم بريء وتأمر بإطلاق سراحه فورا. ما بين الظن واليقين تتبدى ملايين الحقائق المجردة بلا ستر، ولكننا نخاف الاحتراق، نسير بخط متعرج لنتفادى الاصطدام والتأكد، نختلق الأعذار
المبررات والهواجس لتظل بوابة الاكتشاف والتلذذ مشرعة. نهرب بوعينا واختيارنا حتى النهاية، ونتمترس عند حدود الأنا، إذ لا يستقيم ظل الحقيقة وعود الظن أعوج. الحقيقة توقظنا من موتنا الأزلي وتبارح. الحقيقة وهم يتحقق بنا، والحق أبلج رغم الرمد والعمى في نفوسنا، وليس في ذلك حيلة، فالأكبر من قدر الإنسان هو الإنسان. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك والله. اتأخرت كده مالك؟ يقولوا مشكلة نطلع وراها مشكلة عشان تتفك وترجع بيتكم برضه مشكلة. والله أنا كنت أرجعك تاني. الحمد لله على السلامة. والله أنا فرحان إني مرقت وراها، لكن حزين في نفس الوقت. والله حزين في نفس الوقت إنه المجرم الحقيقي اللي بيبث السموم في عقول الشباب ما زال طريق. تعرف يا أبوي، للأسف إنه نسبة التعاطي والإدمان بقت زايدة بشكل مخيف. الموضوع ده تحدي لنا كلنا، والموضوع ده أنا ما حخليه يمر ساي، وأنا شفته ده ما حخليني أتنازل من متابعة الموضوع ده للنهاية. متابعة المخدرات ومكافحتها واجب علينا كلنا. مشروع المستشفى متعطل بسبب الإجراءات العقيمة. يكفي يا بنتي إنه عندك مشروع ولازم تحققيه. خلاص قوم غير هدومك عشان أعمل لك لقمة تاكلها. لا خليني أنوم، والله ما قادر، أكل ما قادر والله. خليني أمشي أنوم أخذ راحتي، والله تعبان. بكرة إن شاء الله أخذ راحتي شوية ونقعد نتونس ونسة كاملة وأحكي لكم بكل اللي حصل لي، ونتعشى مع بعض ونفرق مع بعض ونضحك مع بعض. انت عارف، انا كنت متمني انه ولدي يطلع افضل دكتور في العالم ويعالج الناس وافرح به، لكن وين؟ بسبب السم فقدت ولدي الواحد وفقدت زوجتي، خليتها لفة في الشوارع من شارع لشارع. الحاجة دي كلها بسبب السم اللي انتوا قاعدين تدوا للناس. انا فقدت اي شيء، كنت ولدي واحد متمني لكن وين؟ فقدته. أصبحت وأنا ذاتي ما عارف شيء. كنا عايشين أحلى عيشة، متمنين يوم في الأيام إنه يفرحنا هو ذاته، ويملى لنا البيت شفع، لكن فقدته. ليه؟ تكلم معاي ليه كده؟ ها؟ يا ولدي اوه عبد، كيف الاحوال؟ لا منتظرينك. لا توصف شنو يا اخي، انا حبعت لك حس اللوكيشن. في انتظارك حبيبي. تسلم.
صحتك طيب؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. كيف حالك؟ الحمد لله على السلامة. الله يبارك فيك. كيف حالك؟ تمام؟ الحمد لله. تفضل تفضل تفضل. اللاقي ولا الاحوال؟ والله يا عبد لك وحشة. يا اخي تتذكر لما نرجعها؟ السلام عليكم. السلام دي دكتورة تيسير زوجتي. مرحبا يا دكتورة، ومبروك كمان مع إنها جات متأخرة. متأخرة خالص، لكن أقول لك نحن لسه في شهر العسل. قول لي عقبالك يا بخيل. شفتي يا دكتورة؟ أكيد طبعا. أنت طبيبة؟ أنا صيدلانية. شغلانة متعبة صح؟ قايته الليلة بالذات أنا دخلتني خوفة مبالغة يا عصام. جاني واحد شايل لي ورقة كده عادية ومكتوب فيها مادة، يعني مادة خطيرة شديد، وقال عايز منها كمية كبيرة. بجد خفت. الغريبة شنو في المادة دي؟ السكروز، مادة خطيرة جدا ومكون رئيسي لمخدر الآيس. والكتب له روشتة منه؟ روشتة شنو؟ أقول لك الزول ده شايل لي ورقة. يكون فاكر عندكم محل عطارة ولا شنو؟ طيب ممكن نحصل على المادة دي وين تاني؟ الحصول على المادة دي ممنوع بقانون الصيدلة والسموم، لكن طبعا في ناس نفوسها ضعيفة ممكن عادي تتداولها يعني. الله يا سعادتك، انت عايز تشغلنا معاك ولا شنو؟ بالمناسبة تيسير، عبده ده ضابط. شوف يا صاحبي، الأمن مسؤولية الجميع، ونحن في ده البلد، واللي عملته زوجتك ده بيحمي شباب البلد كله. يا دكتورة تقبلين الشاي ده؟ طبعا بعد ما طلعت من المستشفى رجعت واصلت الدراسة والحمد لله، ورجعت فريق الكورة. تتذكروا الزمان الشطبوني داك؟ اي لما جيت اشوف ضربة جزاء شوط الوضع. رجعت تاني ولعبت فيه، والحمد لله ربنا رزقني جبت جونين. انا من زمان بقول لك يا حسن، انت زول كويس وامكانياتك عاليه. الحمد لله والله. انت عارف؟ اي والله التوفيق من الله بس. الحمد لله. والله الحمد لله. تفضل تفضل يا ابو طيب حبيبي. اتفضل خش يا اخي. سلامات. كيف يا حبيبي؟ صح. يلا تمام. علوم. الحمد لله. كيف؟ تفضل. مستر لوزر يا صح. علومك تمام. يلا طيب. الحمد لله. تفضل اقعد. مفاجأة من العيار الثقيل. الثقيل خالص. كبرت؟ خليني شوية نتونس معه حبة يا اخي. الأحوال؟ انت الاخبارك شنو؟ والله أيام يا زمان. سلام يا أخي. قلنا نعمل لك مفاجأة انا وصاحبي حسن ده، دارين نعرف الجديد عندك شنو، ورينا. لا هي مفاجأة. طيب والله صدق الليلة كنا في سيرتك. أنا يا مادي والله أقول لك شنو؟ تعب ونرفز وجوع. العريس الثاني حنجيبه في الأول ذا، والأنغام باتجاه والوالدة باتجاه، وأنا في مليون ألف. أبو الطيب أنت راجل قلبك أبيض وأمورك مقضية. أبدأ بس الخطوة الأولى وموضوعك ده بينتهي. يا راجل العرس من طوبة والعروس مخطوبة. حلاوتكم يا أخي، أيام ما بتتلاقي والله. أنت خير يا طيب، لكن أنت ما عارف قصتي يا طيب. سمير أقول لك حاجة. جربت الحاجة؟ ألمنا جراح لما تكون أهاتنا نواح محسورة وغايرة مسكونة وثايرة أعماقنا بكلمة لا كلماتنا بالميم مرة
صار بيناتنا شعاع النور، ورغم العتمة ضل بدون